والله العظيم ظلت بنفسي يوم من الايام اطلع بفيديو واقول مبروك البرشلونه يستاهلون الفوز. اقسم بالله ظلت بنفسي. يا اخي الريال متقدم تيجي تعطي هدف تعادل مو صحيح، لمسه يد بيد ديونج. ليش؟ الفار وين بس ردفتهم؟ يعني الفار بس الحاله تعجبه يرجع لها؟ لك هدف غير مسار المباراه بيده واضحه وضوح الشمس، كانت بيد ديونج مسكنها قبل الهدف. شلون ما ترجع للفار؟ غير صارت هدف ترجع تشوف خطا وعادوا لك اياه بالاعاده اكثر من مره، غير الفار ينبه الحكم، غير يرجع الحكم، غير يشوفه المن خلي الفار. يا اخي خذ دوري مبروك عليك، بس بهالطريقه مو عيب. انا ظلت بنفسي اقول لك مبروك تستاهل. المباراه انتهت بفرق هدف واحد، والهدف الواحد بوقتو من عندنا. المباراه كان الريال متقدم ب 2-0 بدايه المباراه، تعطيهم تعادل افترت المباراه، تغير مجرى المباراه كله. كل واحد يفتهم كرة القدم يعرف انا ايش جاي احكي. هدف التعادل مو صحيح من لمسة يد واضحة وضوح الشمس، وحتى حكوا فيه بالاستديو والفار ما رجع له، احتسب البرشلونة وفر اللعبة فر. يا اخي ظلم، انت فرق هدف واحد بالمباراة، تجي انت بهالطريقة تفوزهم. عيب والله عيب. مو جاي نشوف، خلي يفوزون باستحقاق. اقسم بالله العظيم اطلع بفيديو اقول مبروك، احنا ما نستحق. يا اخي ما يحتاج تساعدهم، كل الامور بصالح برشلونة، بملعبهم وبين جمهورهم، وريال مدريد ما عنده دفاع، وريال مدريد ما عنده مدرب، ودا نلعب ودا نجاري وكنا نستحق فوز. ليش تجي وتخرب الكلاسيكو؟ لك الفار المرايدي فدوى لعينكم، اطوا دوري بس مو بهالطريقه. لك شفنا الفضايح مالتكم السابقه، وهسه فضيحه بالكلاسيكو. الكلاسيكو مو تقول فرق 3 اهداف 4، فرق هدف واحد بس فازوا علينا، وهذا الهدف انطوه هديه وغير مجرى المباراه. هذا هو برشلونه، هيك ياخذ البطولات. شكرا لمبابي اللي يقاتل وحده، وبكل مباراه ضد برشلونه تلقى مبابي موجود ويقاتل ويسجل. اليوم سجل هاتريك باول كلاسيكو له، وعلى حلق كل واحد مضغوط منه، وكل واحد يحكي عليه ان كان مدريدي او برشلوني. هذا الهاتريك بملعبك على حلقك، حتى لو ريال مدريد خسروا. اللي خسرنا هو الحكم بالهدف المو صحيح، لمسه يد الواضحه على ديونج الفضيحه. هذا برشلونه وهذا فوزه وهيك ياخذ البطولات. هذا مو موسمنا، احنا هذا الموسم كنا مو بالمستوى المطلوب، احنا هذا الموسم عانينا من اصابات، احنا هذا الموسم بس مدربنا انشيلوتي هاي جريمه كبرى. الحمد لله والشكر انه هاي اخر مباراه اشوف بها انشيلوتي، ولو كان ختامها مسك وما قدر الا يتممها علي انشيلوتي يلا اطلع. بس ان شاء الله طلعت روحك، وان شاء الله ما اشوفك لا انت ولا فاسكيز حتى بالصور، ولا اذكرك ولا ارد اشوفك. يا انقص مدرب بتاريخ كرة القدم، يا جبان بعد ما سجل هدفين وتتقدم ترجع تدافع، وهاي بكل مباراة. انت مدرب جبان، انت اسوأ مدرب تاريخ ريال مدريد، وبطولاتك اللي اخذتين تعرف وين تخليين. هاي احسن بطولة لنا بهذا الموسم هي خروج انشيلوتي من ريال مدريد، وطلع فاسكيز وياك، وطلع مندي وياك، وطلع كل العاهات مالتك. اتمنى اشوف موسم قادم خالي من العجوز انشيلوتي وفاسكيز ومندي والابه. ملاحظة، برشلونة فاز علينا هذا الموسم بالدوري ذهاب وياب، فاز علينا بالكاس، فاز علينا بالسوبر. ريال مدريد بالموسم السابق فاز على برشلونة بالدوري ذهاب وياب، وفاز بالكاس، وفاز بالسوبر. الفرق انه برشلونة بهذا الموسم ويا الدوري 3 بطولات، وريال مدريد بالموسم السابق 5 بطولات. موسم للنسيان بقيادة العاهة انشيلوتي واولاده فاسكيز والابه ومندي. ان شاء الله الموسم الجاي خالي من هاي العاهات، وهلا مدريد ولا شيء اخر.